مرحبا وأهلا وسهلا بيكم. قبل لا نبدأ حلقتنا نقولكم ما يحلى الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونتمنى تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس، جزاكم الله خيرا. حلقتنا ورحلتنا اليوم باش تكون على أسطورة من الأساطير التونسية المرعبة. اليوم باش نحكي لكم على قلعة الدم، القصة اللي أرعبت برشا ناس. فما اللي قال حقيقة، وفما اللي قال خيال، وفما اللي قال صارت، وفما اللي قال ما صارتش. أما أنا ديما نقول الله أعلم. قصتنا اليوم في زمان اللي كانت الدنيا خلا وقفار أكثر من العمار، زمان ما قبل الطوفان. يحكيوا على أرض بور قاحلة عاشت فيها مخلوقات طالحة مش صالحة. هاك الأرض عاشت فيها العبابث، وفوق ترابها يأجوج ومأجوج سكنوا حتى لين سكر عليهم ربي سبحانه بالردم. البلاصة هذه كانت معروفة في عهد سيدنا سليمان، كانت زاخرة بالجان. في برها مشاو وفي سماها علاو، قتلوا فيها وتحاربوا فيها. وقالك زادة أول جن حب ينقلب على سيدنا سليمان كان ساكن فيها. اتعديت السنين والعوام وعمرت البلاد بالناس، وقعدت البلاصة مذكورة على كل لسان، محفورة في الراس، وجيل ورا جيل يقولوا ذيك أرض العبابث والجان، واللي يعفسها فان. وهذاك عليه البيات الحسينيين وقت اللي جاو يبنيو، بناو قصوراتهم في المرسى وحمام لنف والمحمدية بعيد عليها. والشعب وقت اللي استقر وبنى المساكن انصب المدينة بعيد عليها، وكل واحد يذكر ويقول تيما والجن ساكن فيها. أياماتها كان عايش واحد قليل فقير ما عنده لا مال ولا حرير، يمشي ويدور في بلاد الله الواسعة، وبزهره المتعوس طاح الليل وهو غادي فرش قشبيته وغزر للأرض، يلقاها تخوف في الظلام. أما تمناها لو كان جات ثانيته، غزر على اليمين وعلى اليسار وحلف وقال والله لو كان ربي يرزقني نعمرها من الثانية للدار. هو غاطس في أحلامه وخرجوله على جنابه الكل جنون وعبابث وشواطن، من منظرهم تموت الهيشة ويذبل الفل. قالوا له أهل بعابر السبيل إيج هاو نعطيوك فتيل يشعل يدلك على كنز عظيم، تعطيهولنا تصبح غني ولباس عليك، اتعمر بيها البلاصة ونبنيو لك فيها قلعة مش حوش قديم. الراجل من الفجعة والخوف حتى مش هيدا نساها، تبع الفتيلة دلته على مالية عظيمة موجودة تحت الأرض، ممنوعة عجان الوصول لها، إذا قربولها يتحرقوا في الحال. هزها وجابها للجماعة، فرحوا ونصبوله قلعة في رمشة عين، 3 طوابق مش طابقين، طولها يغطي البلاصة الكل وعرضها عرضين. شيخ الراجل وفرح بمصيره جديد، وتفكرك المالية اللي اعطاها لهم في صندوق حديد، ومنها قال لو كان نهز الكنز ونخلي الصندوق نصبح عندي قلعة ومصدر منين نصرف من الفوق. وكما قالوا ناس زمان اللي يحسب وحده يفضل له، والطماع يبات ساري. زميم الجان طلع يقرأ الأفكار، وكيفاق بيه ضربوا وشقلوا بدنه بالنار، ودمه هيك المسكين اتنطر في حيوط القلعة. وقالوا على حسب قولهم والله أعلم اللي الدم من وقتها وهو قاعد يزيد لونه، والقلعة كل يوم تصبح زايدة حجرة حمرة من دمه. ولغاية اليوم يقولوا اللي القلعة بيوتها وتراكنها وحيوتها لونهم أحمر، لون الدم.
باش تسألوني وتقولولي القلعة وين جات؟ نقولكم صدقوني لا نعرف، أما اللي نعرف هالأسطورة، واللي يعرف وين يخليلنا في التعليقات وما يبخلش علينا بالمعلومات. وإذا وصلت لآخر الفيديو وعجبك ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك. وإلى أن نلتقي نقولكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.